السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ شايفين الارنب الجميل ده؟ والتاني ده احلى منه. والعيال فرحانين جو بالارانب يا جماعة، ودايرين نمسك فيهم ونلعب بيهم والله. ولاد اختي فرحانين واخواتي فرحانين بيهم. ده شكل الارنب. احنا خليكم معايا، بس قبل ما تخليكم معايا خليكم مع ربنا وصلوا على النبي في الاول عشان نكسب حسنة. واذكروا ربنا، وهقول لكم ازاي تذبحوا الارنب العسل ده وازاي تسلخوه. لو انتوا صعبان عليا يا جماعة، والله زعلان عليا ان احنا نسلخ فيه هتشوفوا اللي هنعمل فيه. في ناس كتيرة بتقول ان اكل الارنب حرام، لكن هو اكل الارنب حلال، ما فيهوش اي حرام. ده شكل الارنب. الارنب يا جماعة ما يشاقى ومش عارفين نحطه على الصينية. هتحط صينية زي ما انت شايفة كده عشان تتلقي الدم عليها، عشان ما يجيش في الارض يعني ويلزق منك او يغلبك. وهتذبحيه بالشكل ده. تخلص الراس. في ناس مش بتخلص الراس، بتخلي الراس وتروح سلخها مع الجلد. احنا بنخلص الراس، والراس دي هوريكم تعملها ايه. ده شكل سلخ الارنب. يا انا عليك يا ابني، والله زعلانة عليه وهو بيسلق، بس الصراحة بحب طعم اللحم بتاعه جميل جدا. هتحوش عاد الرجول دي بعد ما سلختيه. هتحوش اللي هي الحتة اللي فيها الفرو دي. هتفتحي من الظهر وتروحي ساحبة الفرو زي ما انت شفت، حد يبقى ماسك جبالك وتروحي سلخاه بالشكل ده. بعد كده تفتح البطن وتطلع الأحشاء والأمعاء. الأحشاء والأمعاء دي طبعا هتستبعديها، حطيها على جنب على الصينية لما تجيبي كيس وتلم الدنيا دي يا جماعة. هتاخدي الكبدة تروح حاشة منها المرارة وترميها. هتقسم النص اللي هو فيه الرجلين الورانيين وتروحي قسمة كل وركة واحدة. ده شكل الورك. تخلصيهم من بعض. ده الورك ده واحد والورك ده واحد. وده الوسط. ده أول حتة وسط. أنا بقسم لو هو أرنب كبير تقسمي الورك اتنين والوسط اتنين، والرجلين القداميين حابة تخليهم زي ما هما او تقطعهم اتنين ماشي. يعني ممكن اتنين واتنين واتنين اربعة، ما يقطعوا ست حتات. ده الدرع على الارنب التاني. الله واحد ملوش تاني. وده التاني. هتروحي جايبة الظهر الارنب كده وتروحي فاتحة حتة وتروحي سلخاه. الصراحة صعبان عليا اللي عاملينه فيه يا جماعة، بس والله لحمه جميل. اتفضلوا معانا. واي حد لما يبقى تعبان ولا عنده سخونة ولا اي حاجة، اي دكتور بينصح الصراحة بلحم الارانب، لان لحم الارانب ما فيهوش دهون ولا فيه كده. و... ودسمه جميل جدا. يعني هو ايه، دسم بس مش دسم اللي هو ايه. وكمان اللي بيعمل رجيم حلو جدا لحم الارانب، لان ما فيهوش يعني دهون. هو دسم طعم، لكن دسم اللي هو دهون لا. يعني طعمه جميل. انا بقول لكم يعني ده. احنا هنا فتحنا الارنب من بطنه وما نطلع احشائه، وتاخد الكبدة بس وترمي الباقي. هتقطعي على 6 حتات الرجلين الورانيين مع بعض، وهتقسمهم نصين زي ما عملنا في دكتي. في الارنب دكا هنعمل في الارنب ده زي ما عملنا في عذاب صانع، هنعمل في عذاب التاني صانع. بس قبل ما تذبح اي حاجة لازم تشاهدي وتقول ربنا يصبرك على ما بلاك. تشهد على الحاجة اللي في ايدك، لان الاسلام قالك تشهد على اي حاجة بندك. ده الارنب التالت. قطعنا الرقبة وقطعنا الظهر وسلخنا الارنب، وما فيش غير رجليه. اختي مش قادرة تسحب، اما تديها الام تروح سحبها لك وبح، ونروح مخلصين على طول. هتقطع الرجول دي وحدها. ده سهل جدا ذبح الارانب. الناس اللي مش بتعرف تذبح الارنب ولا تسلخه، تذبح الارنب وهو لسه سخن كده وبيرعس وجسمه لسه بيتحرك كده، تروحي ذبحاه وتروحي فاتحه البطن وتفضي اللي فيها، تخلي الكلوة بس والكبدة. وفي ناس بتفضي اللي هي الحتة اللي عاملة زي الجوانصة دي، حابة تفضيها ماشي، عايزة تخلي ترميها ماشي. ده شكل اللحمة. دي لحمة الأرنب يا جماعة. لحمة بسم الله ما شاء الله عليها، شكلها جميل وحمرة وتحفة وطعمها روعة.
احنا غسلناه شطفناه بشوية مية بعد ما دبحناهم. وتجيب الليمون وتغسل على تحصر على ليمون وتنضفيه كويس كده، وتحط حلة على النار، تخليها تغلي المية اللي فيها، وتروحي مدياه كركشة. تحط كركشة ازاي يا جماعة؟ تحطيه يعني شوية على النار يتكركش معاك، وتكب المية. تغسليه اهم حاجة بالليمون كويس. الراس قاعدة بالشعر بتاعها، هنقول لكم تعملوا الراسية. انا هنا الحلة اللي قلت لكم هتحطيها على البوتاجاز. هتحط الحلة جت تغلي يا جماعة، حطينا فيها شوية ملح، وحطينا فيها الأرنب. عندك ورق لورا ارميه، خلي له ريحة وطعم جميل. عندك ليمونة عصريها في المية، اعصري ليمون في المية، وحطي حبة ملح في المية، ورق لورا في المية. لو عندك فلفل اسود، رش رشة برضو ما يحوش ريحة الزفارة وريحة الناس اللي مش بتحب يعني ريحة الأرانب، هتخلي ريحته جميلة بسم الله ما شاء الله عليها، تشم ريحة الله. بعد ما يغلي غلوتين، تروحي نشلاهم بالشكل اللي انت شايفيه ده. انا خليتهم فرق عليهم فرقتين، لازم يفرقوا علشان الزفارة اللي بتبقى في الأرنب تنزل في المية. وبعد كده تنشيلهم بالشكل اللي انت شايفاه دوا. وانا كان معايا حوالي راس توم، دقيتها او طحنتها على الكبة، وحطيت معلقة سمنة بلدي. حطي معلقة وص يا جماعة، حطي معلقة كبيرة، ما تحطيش معلقة صغيرة سمنة بلدي. وحطي راس توم، ومع راس التوم حب قرن شطة. الشطة دي بيخليها تتحبش وريحتها تبقى حلوة جدا. ورصي الأرنب زي ما انت شايفة كده في الحلة. اول ما ترصيه في الحلة وتحمريه علشان يدي ريحة وطعم. انت مش هتحمريه تحمير كامل، انت هتقلبيه بس تشوحيه تشويحة بسيطة، وهتضيفي عليها الشوربة بعد ما تحطي التوابل. دي التوابل اللي عندنا. انا اما اعمل التوابل ايه 7 بهارات. اما اجيب التوابل حب، واروح حطها على البوتاجاز اشوحها شوية، واروح طحناها. ده شكل الارنب بعد ما شوحته شويه قليلين. وبعد كده هتضيفي عليها الميه اللي هي هتبقى الشوربه اللي هتعملي منها الملوخيه، وتعملي منها كل حاجه اللي انت حباها. ده شكل الارنب. ده شكل الراس. هتجيبي ميه مغليه، بس ما غليتش ميه تكون منعمله يا جماعه، ما تخليهاش تغلي ولا تسيبيها. وهتحطيه فيها كده، هتعمل زي ما كنا مطريش يعني، ميه منمله مش مغليه ولا بارده. وهتعملي كده هويتي تمسكيه تنحليه كده يا جماعه لحد ما تنضفيه، والراس تبقى معاكي بالشكل اللي انت شفتيه ده. احنا هنا يا جماعه الشوربه غلت، وحطيت لها حبه ملح. شوربه الارنب من طول ما انت حطيتيه في شويه ميه وخلتيه غلا، عمره ما هيبقى فيه زفاره. والميه اللي انت حطيتيها وحطيتي فيها ملح وليمون بتكبيها. وبعد كده بتشوحيه زي ما انت ما قلتلك بالتومه. تشوح بالتومة، وتحط مع التومة معلقة سمنة كبيرة. وبعد كده تضيف عليها المية اللي هتبقى شوربة، تخليه يغلي كويس. دي ملح، ضفت حبة ملح. وحط مكعب مرقة ما يخليه ريحته عسل وطعمه جميل. وانا الصراحة كنت بعمل شوية قلقاس يا جماعة، وخدت من شوربة الارانب كان قلقاس بسم الله ما شاء الله عليها جميل، وريحته كانت بسم الله ما شاء الله عليها تحفة. هتخليه يغلي لحد ما يستوي معاكي. وبعد كده تاخدي من شوربة الأرنب اللي هي معمولة بقدحة وبسمنة بلدي، وتروحي ضايفة عليها مكعب مرقة. هتحطي فيها شوية ملوخية، تبقى عملتي أحلى شوية ملوخية بالأرانب، وأحلى شوية قلقاس. بصراحة ما كانش عندنا شوية شوربة، حطينا شوربة من بتاعت الأرانب. وبعد ما تنشليها من الشوربة، تحطي شوية سمنة وحتة زيت في الطاسة زي ما انت شايفة كده، وتشوحيهم. وترش عليهم رشة فلفل اسود. عندك توابل، حبة توابل رش. وده الشكل النهائي للأرنب بعد ما تشوح.
يا جماعة الأرنب جماعة حبوا ياكلوه وهو مسلوق، خلينا لهم شوية مسلوقين، وجماعة حبوه مشوح، خلينا لهم شوية مشوحين. وبألف هنا وشفا، وتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا أو استفدتي أي معلومة، أمان عليكي بالله عليكي، أنا بتعب في الفيديوهات دي، أمان عليكي تحطي لي لايك وشجعيني، لأن تشجيعاتكم بتهمني عشان أقدر أنزل لكم كل حاجة عن الريف.